تاريخ الشعوب قصص وحكايات، قصص بتحكي عن حضارات، بتحكي عن ثقافات، بتحكي عن تاريخ. احنا النهاردة بنتكلم عن قصة جميلة جدا، قصة عروسة. العروسة دايما بتبقى فرحة لأهلها، لكن العروسة دي أفلست مصر. العروسة اللي بنتكلم عليها هي قطر الندى، قصة معروفة في تراثنا الشعبي. قطر الندى هي بنت خمروي ابن أحمد ابن طولون، يعني الموضوع ده حصل أثناء حكم الدولة الطولونية. كانت بتحب قائد الجيوش، ولكن المصالح للأسف بتغلب على الحياة السياسية في الوقت ده. والدها ضحى بيها في سبيل انه يوطد قوته ويوطد سلطته في مصر. كانت عنده مشكلة مع الخليفة العباسي. المشكلة كانت انه وشي ليه عند الخليفة العباسي انه هو ما بيطلعش الخراج زي ما كان ابوه احمد بن طولون بيطلع الخراج لمصر، ولكن بدأ انه الخليفة يقول لا، انا هبعت يعني زي لجنة تحقيق مع مجموعة من الجند يشوفوا الموضوع ده. هنشوف ايه اللي حصل بعد الفاصل. طبعا هو لما جه الخليفة وشاف الوضع في مصر، خمروي حب يتقرب للخليفة، واستغل الخليفة الموضوع ده وطلب بنته، مع ان فارق السن ما بين قطر الندى والخليفة كبير، الا ان زي ما بيقول المصالح بتتصالح في الوقت ده. وفعلا كان عرس قطر الندى من اجمل الاعراس اللي حصلت فيه وارخها التاريخ المصري، لدرجة ان الطريق من مصر لبغداد كان كله افراح. كان في استراحات كتيرة بنيت مخصوص لاستراحة قطر الندى، كان في جواري كتير جدا، كان في فلوس بتتوزع على الضيوف، لدرجة ان كل ضيف كان بيجي كانوا عاملين له زي شبه البيضة يفتحها يلاقي فيها مكافئته. المكافأة دي كانت ايه؟ كانت عبارة عن ضيعة في اي مكان يبقى جوه الخلافة العباسية. هنكمل ونشوف ايه اللي حصل لقطر الندى بعد جوازها من الخليفة. قطر الندى يمكن ما استحملتش، بالرغم من وجود يعني نقول ثراء فاحش عاشت فيه، ولكن ما استحملتش الجو ده، ولا قدرت انها تستحمل بعد عن مصر. بالاضافة لانها ارغمت على الزواج وماتت في سن 22 سنة، الا ان ظلت قصة قطر الندى في ذاكرة الامة العربية. يعني ادينا بنشوف ان مش كل حاجة الفلوس، مش كل حاجة السلطة. عندنا اهو مصر عامرة بقصص كتير وحكايات التراث الشعبي. حلقة جديدة ان شاء الله نلتقي فيها مع حكايات من زمن فات.